صباح الخير. النهاردة تاني حلقة مع بعضينا من موضوع الأفكار المشوهة، بس مليان شوية حاجات جميلة كده هنعرفها مع بعض. النهاردة هنتكلم عن الأفكار الأبيض والأسود. إحنا ليه عندنا كلنا أفكار أو تفكير أبيض وأسود؟ لأن أنت كل شيء بيجيلك بتاخده على دماغك أو صدرك أو ما بتستحملوش وتقعد تفكر فيه وتقول هل أنا فاشل؟ طب أنا ناجح؟ طب هل أنا قوي ولا أنا ضعيف؟ طب الناس شايفاني إزاي؟ المشكلة هنا بقى إن أنت بتقول هل الناس بتحبني ولا الناس بتكرهني؟ بتاخد كل شيء. طيب إيه المانع إنك تاخد الفكرة وتحللها؟ إيه المانع لما يبقى عندك شوية ثقة في نفسك؟ المانع إن ما يفرقش معاك رأي الناس؟ المانع إن أنت حتى مش فارق معاك أي حد يقول عنك أي شيء؟ طول ما أنت ماشي صح ودماغك بتفكر وإن أنت حاسس إن أنت ناجح أو ماشي في حاجة معينة واثق إنك هتنجح هتنجح. يبقى كلام الناس ترميه وراك وما تفكرش. ما تديش لنفسك فسحة واحدة بس صغيرة إن الناس هتفكر فيها إزاي، الناس شايفاني إزاي. لا، ده كده بيحسسك إن أنت حد قليل. طيب أنت جيت عملت شيء وما أنجزتوش وفشل منك المانع. بس أنا بقول دايما إن مفيش حاجة اسمها فشل. أنا بقول إن ممكن يكون إن أنا جيت في خطوة معينة ودي قدراتي ووقفت لحد كده، أجي أكمل من البداية تاني وأجي عند الحتة دي وأكمل بعديها. لان مفيش حاجه اسمها فشل، الفشل انك تبطل تحاول. طيب، حياتنا كلها عامله زي الزرار، في يا اون يا اوف، ابيض او اسود، يا ناجح يا فاشل، يا بطيء يا تقدم. الحياه بتمشي ببطء، وفي تقدم ببطء وفي تقدم بسرعه. بس المهم اللي يوصل من غير ما يقع. انت عايز توصل من غير ما تقع؟ فكر بهواده، خد الفكره على دماغك، واحده واحده فصصها. لما تفصص الفكرة هتلاقي نفسك واحدة واحدة بتفكر فيها، دي صح دي غلط، ينفع تتعمل ما تتعملش، لا دي ناقصة خطوة. كل دون هيفرق معاك. التوازن النفسي امتى توصل للتوازن النفسي؟ لما يبقى التفكير اللي عندك ما فيهوش حاجة اسمها ابيض واسود، وان انت خلاص تعادلت وبقيت سوي نفسيا. خلاص مفيش ابيض ولا اسود، بقيت حاجة واحدة بس. انا مش فارق معايا الناس شايفاني ازاي، ولا فارق معايا هم هيقولوا عني ايه ولا الكلام ده كله. انا لو نجحت انجح لنفسي، لو فشلت او حتى وقعت في نص الطريق هقع على نفسي. بس مش عيب انك تاخد برأي او تاخد بكلام او وخد مش كل حاجه تاخدها على اعصابك، لا، خد الحاجات اللي تفيدك بس. زي دايما لما بنقول في العلاقات ان انت تعرف ناس، الناس دي مش كل الناس حلو بس، وفي ناس مش حلو. خد الحلو منه بس والوحش سيبهوله. يعني مش كل حاجه تاخدها على اعصابك. فكر وبعد